اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بالخير واليمن والبركات. طبعا يا بنات، انا هنا منزله التورتيه بس متاخر شويه. بس والله اللي حصل هقوله لكم في الفيديو. لان التورت كلها اللي اتطلبت لراس السنه انا عملتها يومها فعلا. بس اتفوجئت ان في ناس طالبه التورت بتاعه بابا نويل دي بعديها. فطبعا قبلتها عادي وعملتها. هتشوفوا شكلين مختلفين. ده اول شكل لتورته راس السنه، والشكل التاني ان شاء الله هنزل لكم بيه. بس هنا حصل حاجه غريبه معايا. التورتيه دي يا بنات مقاس 16. حصل ان انا بعد ما خبزت الكيك بتاعي ببص لقيت الكيكه هنا في النص فيها كده حتت ناشفه. بس ما اعرفش من ايه، مع ان انا بشتغل دايما بدقيق دريم. يعني ما بشتغلش باي سبونش، يعني السبونش بتاع دريم كويس جدا ودايما كنت بحبه. تمام. فاضطريت ان انا شلت كده القطع اللي حسيت ان هي ناشفه شويه. بس والله انا دقتها طلع طعمها جميل جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص. هنا بعد ما حشيت كده زي ما انتوا شفتوا قطعت الطبقات بتاعتي. الكيك ده يا بنات مقاس 16. وبعتذر على التصوير لان انا كنت مفكره ان التصوير واضح، بس للاسف التصوير كان لفوق. هرجع اصلح التصوير معاكم دلوقتي. طبعا هنا انا عملتها هنا على 5 ديسكات. وده كان مقاس 16. انا عامله هنا 300 جرام من الدقيق الاسبونج، حطيت عليهم 4 بيضات وحطيت عليهم معلقه محسن جل وشويه فانيليا سايله. تمام. طبعا دخلتهم الفرن، قعدوا معايا في الفرن نص ساعه. خرجتها وبردت، وبعد ما بردت قطعتها وحشيت بين الطبقات شانتيه شوكولاته، وحطيت كريسبي، وحطيت كمان شوكولاته شيبس، وحطيت مكسرات وصوص نوتيلا. طبعا هي كانت طالبه شكل بابا نويل على التورتايه وهابي نيو يير وحرفين اسم. تمام. جيت طبعا اعمل الديزاين اللي هي طالباه وقسمته. طبعا دي كانت اخر تورتايه مطلوبه معايا يا بنات. يعني انا كنت قفلت شغل كل راس السنه، ودي اخر تورتايه اتطلبت معايا. فكنت طبعا هلكانه جدا بجد، يعني حرفيا يعني ما كنتش قادره ان انا حتى امسك حتى الاسباتولا. تمام. فهنا ابتديت ان انا اشتغل فيها، فما كانتش متظبطه خالص معايا. كل ما اشتغل فيها مش متظبطه، يعني التصوير اللي انتوا شايفينه ده ما كانتش متظبطه خالص. حطيت الشانتيه في القمع الاحمر ده، والاحمر ده بهدل لي الدنيا اخر بهدله يعني. حطيت الشانتيه في الكيس الحلواني وجيت اعمل بيه زي ما انتوا شايفين اللي فوق ده. ما ظبطش معايا، شلته ورجعت عملته تاني زي ما انتوا شايفين كده. عملت الاحمر ده الاول كده، عملت خطين ورجعت عملته بالاسباتولا. فبرضه ما ظبطش شايفين. فهشيل كل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهشيل كمان اللي في الحواف. هشيل كله وهرجع اجلسها من اول وجديد زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا. وهنا طبعا صلحنا التصوير. انا طبعا يا بنات دلوقتي بصور في المكان اللي انا قلت لكم عليه ان انا هعمله للشغل. بس للاسف الراجل لسه ما جاش ركب لي الرخام. تمام. فهنا انا بشتغل في على ترابيزه تانية حطاها كده على الركنه، حتى هتلاقوا الحيطان والكلام ده كله واضح يعني. هنا يا بنات زي ما انتوا شايفين ببتدي ان انا اجلسها اهو تاني بالشانتيه الفانيليا. وهعمل برضو من فوق وهظبطها بقى خالص على قد ما اقدر بقى. هظبطها هنا خلاص بقى. انا كنت اخدت شربت واحد نسكافيه علشان اعرف افوق كده واعرف اخلص بقيه الشغل اللي معايا. طبعا هنا انا بعد ما جلست التورتيه خالص بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوها اهو، جلسناها بقى تجلسنا بقى، مش التجليس الاولاني واحنا نايمين. هبتدي اعمل كده ربعها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، ربعها بالظبط. هعمل له الشعر الاحمر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هنا نازل كده شويه من الطاقيه بالشكل ده. وهاجي بالسكلابر كده بالمشط اللي هو الجنب الناعم، هقوم مسرحاه كده بالراحه خالص زي ما انتوا شايفين كده. هاجي بقى هنا بالتب اللي هو الناعم خالص اللي هو الصغير. التب ده يا بنات اللي احنا بنعمل بيه رسمته، اللي احنا بنعمل بيه البوتفور والاكلير. تمام. وبلح الشام هو ده التب ده، هو ده اللي انا بشتغل بيه. عملت بيه روزيتات اللي فوق دي زي الدواير كده في بعض مشبكه، اللي هي تشبيكه الورده. ده اللي انا عملت بيه. وهاجي تحت كده هنا برضو هعمل بنفس الشغل كده، بس هعمل علامه استفهام رايحه وعلامه استفهام جايه. يعني بعمل واحده يمين واحده شمال. تمام. وهكمل كده من فوق كده. تمام تمام قوي. هنا طبعا انا كنت محتاجه ان انا احزم التورتيه من تحت، فهحزم التورتيه عندي باللون الاخضر. بس ما لقيتش عندي لون اخضر، فهعمل لون اخضر على ايدي. هعمل لون اخضر، هحط شانتيه ابيض في البوله، وهحط بعد كده هحط نقطه ازرق ونقطه اصفر، هيديك اللون الاخضر على طول. تمام. وده اللي انا هحزم بيه التورتايه. طبعا كان لسه ان انا ما عملتش شنب بابا نويل، وما عملتش كمان زي ما انتوا هتشوفوا اهو. ما عملتش شنب بابا نويل، وكمان ما عملتش
هعمل كده الروزيتات بتاعته كده بالشكل ده. بس شوفوا بقى الاحمر ده بهدلني اخر بهدله والله العظيم، اللون الاحمر ده بهدلني اخر بهدله. هعمل كده زي ما انتم شايفين كده، شايفين ده نفس برضو اللي انا عملته فوق يا بنات عند الطاقيه بالظبط، هي دي نفس الروزيتات اللي انا عملتها فوق عند الطاقيه بالظبط. بس الاحمر بجد اللون الاحمر صعب جدا. وصلت للون الاحمر او درجه الاحمر دي ازاي يا بنات؟ الاحمر ده لون احمر جل غذائي، وحطيت عليه نقطه واحده بس، نقطه يعني تكاد ما تكملش نقطه، اللون الاسود، عشان يوصلك للاحمر الغامق ده. تمام كده تمام. طبعا لسه شنب بابا نويل اعمله، وكمان احط نقطه كده من الاحمر على اساس ان دي المراخين. والعينين انا هعملها بالكريسبي بالشوكليت شيبس الشوكولاته، عاطيه نفس الغرض بالظبط. تمام. غبت في الشوكولاته، غبت في التورتيه دي، غبت فيها شويتين 3. وهي كانت طالبه ان انا احط لها هنا صوص شوكولاته، صوص فراوله، فهحط لها صوص فراوله هنا زي ما انتم شايفين كده. انا ايديا ما كنتش عارفه اتحكم في حاجه بامانه، يعني ما كنتش عارفه اتحكم في اي حاجه خالص. ده من ايه؟ لان صوص الفراوله ايديا بتزحلق خالص. وهنا بشيل طبعا شويه من صوص الفراوله اللي موجود ده. بصوا انا ما مسحتش اي حاجه من التورتيه دي يا بنات، بجد انا اتعذبت فيها، وحبيت ان انتوا كمان تشوفوها وتقولوا رايكم فيها ايه. بجد بجد طلع عيني فيها يعني. اللون الاحمر بصوا كان مضايقني جدا، انا ما بحبش المكان اللي اكون واقفه فيه يكون متلخبط او يكون فيه حاجته مش نظيفه. بكون متضايقه، بحس ان انا الدنيا عندي مكركبه، ان انا نفسي مش عارفه اركز في الشغل اللي انا بشتغله. هنا عبيت زي ما انتوا شايفين كده، جبت كيس حلواني تاني وحطيت فيه صوص فراولة اللي هو الاحمر ده. طبعا ده جيلو احمر فراولة ده جاهز. هي اللي كانت طالبة عايزة دربات تكون نازلة بالشكل ده كده، وحطيته بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام. هي اذواق يا بنات، يعني في ناس تقول لي الصوص الاحمر، هي كانت غير الصوص الاحمر افضل، هي اذواق وكل حاجة كل واحد وليه ذوق. انا هنا شوفوا يعني انا في ايه ولا في ايه، انا برضو بلم حواليا لان انا بقول لكم انا ما بحبش الكركبه. عملنا الشنب كده بنفس التب اللي اشتغلنا بيه. وعملت كمان العينين زي ما قلت لكم، عملتها بالشوكليت شيبس. وعملت كده جبت التب اللي هو فيه اللي عملنا بيه الروزيتات دي، وعملت بيه واحده رايحه وواحده جايه، واحده يمين واحده شمال. ده اداكي شنب بابا نويل ده بالشكل ده كده يا بنات. هو ده كان شكل التورتايه. والحشو بتاعنا يا بنات كان عباره عن شوكليت شيبس، مكسرات، صوص نوتيلا. ده اللي عملناه في التورتايه بتاعتنا. طبعا في اشكال تانية هنزلها لكم لتورة العيد، وعملنا لايف مع بعض كنا شغالين بيه راس السنة، وعملنا فيه تورت، عملنا فيه تورتتين الاتنين احلى من بعض ببديل عجينة السكر. اتمنى ان انتوا تشوفوهم وتقولوا رايكم فيها ايه. التورتيه بتاعت النهارده دي يا بنات ما شاء الله اللهم بارك، انا خرجتها ب 250. انا اتهديت فيها اكتر من 250 جنيه اللي انا اشتغلت بيهم. تمام. هنا انا بحاول الم الشانتيه اللي موجود معايا زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو الاحمر والابيض. فبلم بقى الدنيا. الاحمر ده ما طلعش بسهوله خالص من الرخامه، معرفش ليه يعني، بجد عذبني. هنا كان في نقطتين كده في الخدود حطيتهم برضو، يعني ما سبتش اي تفاصيل خالص من اللي صاحبه التورتيه كانت طالباه. اللون الاحمر فضل لتاني يوم. قمت تاني يوم برضو عدت تاني على الحاجات دي وغسلتها ونضفتها تاني. ده كان كده الفيديو بتاع النهارده زي ما انتوا شايفين. اتمنى ان يكون عجبكم، واتمنى تقولوا رايكم ايه في التورتايه وشكلها وتفاصيلها. ويا رب كده تعجبكم زي ما هي كمان عجبت صاحبه التورتايه. ويا ريت اللي لسه اول مره بيشوف القناه بتاعتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس. واوعوا تنسوا تقولوا رايكم فيها ايه، واوعوا تبخلوا عليا باللايك. ويا ريت تقولوا لي بتشاهدوني من اي بلد. اقول لكم في رعايه الله، مع الف سلامه. سلام.